بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بعمله. النهاردة هنكمل باقي الفيديو اللي بتاع امبارح، بس عشان الفيديو طول مني قسمته على جزئين. طبعا زي ما قلت لكم ان انا هنزل اعمل جنب المحشي، هنعمل سمك. جبت سمك وجبت الاستاكوزا دي، او هي حجمها صغير كده بس طعمها حلو قوي. غسلتها كويس وهقول لكم هنعمل فيها ايه. غسلتها كده مرة واتنين لانها بيبقى فيها زي الجمبري كده تراب من طبعا ان هي متعرضة للشارع كده. وجبت السمك ده، هو حجمه صغير بيبقى طعمه احلى والله من الكبير. حبيت ان انا كنت هشويه بس ما لقيتش عندي ردة، والبنات هنا بيحبوه مقلي. تمام. وجبت برضو البلح ده غسلته. هجيب كل حاجة كده اللي انا جبتها وهبتدي ان انا اغسلها واحطها في البولات، واحطها بقى في التلاجة. وكمان هحضر الفطار معاكم ان انا كنت لسه جاية من برا. غسلت كده برضو البلح مرة واتنين وحطيته في البولة دي. تمام. وكنت جايبة الفوط بتاعة المطبخ دي، انا نقعيها كده في شوية ديتول وكلور على طول، نقعيهم في الجردن او الكروانة دي. كنت جايبة لبن ودقيق وبيكنج باودر اللي برضه هعمل لهم حاجة حلوة. هنا بقى هبتدي ان انا احضر الفطار. اول حاجة كنت هغلي اللبن وحضرت وعملت شاي، وهعمل شاي بلبن. وده لبن كنت جايباه عشان الكيكة، وكنت جايبة كاستر وجايبة كمان بسكوت. هبتدي ان انا الكيسة السمرة دي هحط فيها بس اللي هي الحاجات اللي انا مثلا باقي التقشير والكلام ده. هنا كنت جايبة بتنجان برضو هقطعه كده حلقات. مادام سمك بقى سمك سمك مقلي وكده لازم جنبه طبعا بتنجان. بس ما عملت السلطة ان انا كنت عاملة اللي هو الكشك بتاع امبارح واللي هو الكاستاكوزا دي كفيلة يعني ان هي خلت الاكل ما يتاكلش واكلوا الاستاكوزا بس. خلاص قطعت كده البتنجان وقطعت الفلفل برضو حجمه كبير قوي في السوق، مش عارفه ليه، اللي هو اللي لقيته حجمه كبير قوي كده قسمته على اتنين وهغسله كويس هو والبتنجان، وهحط عليهم بقى شويه ملح. خلاص كده انا طبعا بعمل الحاجه دي وحاطه اللبن على النار. هنا هغسل البراد وهبتدي ان انا احط شاي. ان انا بقول لكم كنتش لسه فطرت. تمام. حطيت بقى الحاجة على النار، قلت عقبال ما اللبن يغلي مثلا والشاي يبقى جاهز وكده احضر الباقي. كمان البنات كانوا عايزين بطاطس مقلية. قالت لهم بطاطس. البطاطس دي خلصت قبل ما تتحط على السفرة، اكلوها. إيه، شرط كده البطاطس وهقطعها صوابع، وبرضه هحط عليها شوية ملح. لو انتي بقى عايزاها مقرمشة شوية ممكن تغسلي تحطي عليها خل وملح هتطلع معاكي مقرمشة. برضو جبت اللي هو السمك، قلت عقبال ما اخلص قلت ايه اقصقصه بسرعة كده وانضفه وانا واقفة. تمام. إيه، خلصت السمك وبعد كده حضرت، خلصت السمك وغسلته وحضرت الفطار. بعد كده هروح افطر وهرجع بقى احضر معاكم الاكل. هو كان الفطار برضو خفيف يعني شاي بلبن، وانا كنت عايزه اشرب شويه حبه اللبن دول، واخدت باكو بسكوت وبس. ما عملناش يعني لا جبن ولا سندوتشات، لكن الاكل النهارده كان تقيل. جيت السمك خلاص انا شطفته وغسلته كويس من جوه، خليت بطنه زي الفل. هرش عليه شويه ملح وشويه وعصره ليمونه كده وبسيبه. الليمونه دي برضو عشان لو في اي زفاره وكده بتمنع. هبتدي بقى كان عندي جبت الاستاكوزا دي، او انا مش عارفه اسمها ايه صراحه يعني، بس هما بيقولوا عليها استاكوزا يعني. قطعت عليها كده
اللهم صل على النبي، بصل وطماطم، وحطيت لها بهارات سمك وقرنين فلفل كده وشوية فلفل اسود وحبة ملح. بس الحلة كانت معايا صغيرة، فهبتدي ان انا احطهم في الحلة الكبيرة دي. هبتدي ان انا اقلبهم كده في الحلة وهحطهم على النار زيهم زي الجمبري بالظبط. جبت بقى شوية المواعين اللي هي كانت مكان الفطار بقى، وكان معايا شوية مواعين كده هبتدي اغسلهم. انا مش عارفة المواعين دي بتيجي منين، بغسل مواعين كتيرة قوي، كروانات بقى على كوبايات على صحون. هلم كده من المطبقية الحاجات اللي انا غسلاها دي عشان هغسل حاجات تانية. تمام، صفيت برضو السمك كان بينزل مية، صفيت المية من عليه، وهبتدي ان انا احط بريل كده عشان اغسل باقي الحاجات اللي احنا كنا فاطرين فيها. غسلت كده الكوبايات، اول حاجة ببتدي بالكوبايات وبعد كده الصحون، يعني الحاجات الصغيرة بعد كده الحاجات الكبيرة. هخلصهم كده وهبتدي ان انا، يعني انا بحب قبل ما اعمل الاكل بحب ان انا اكون بوتاجازي نضيف، مفيش حاجه في الحوض. غسلت المقصات والحاجه اللي انا كنت مستخدماهم والحاجه اللي كان فيهم السمك. هبتدي ان انا اشطفهم كده واغسل الحوض واغسل السيراميك اللي فوق الحنفيه، وهخلي الدنيا معايا زي الفل. وهبتدي ان انا اعمل الغدا. برضو الحلة دي كانت نضيفة، هي ما كانش فيها اي حاجة، دي بس عشان كانت الاستاكوزا كان فيها صغيرة. غسلتها برضو كويس كده وخلاص. خلصت الحمد لله كل اللي موجود. برضو هغسل دي التركل جاردن ده اللي انا حاطه فيه الفوط بتاعه الحوض، على طول نقعيها كده بميه بكلور بشويه ديتول. جبت بقى الكبة وهبتدي ان انا امسك الفلفل الاحمر ده واحط عليه توم وهضربهم في الكبة وهنزل بيهم في الطبق ده واحط عليهم ملح وكمون وبهارات سمك. حضرت الدقة او التتبيلة بتاعت السمك، او حطيت عليها كمون وبهارات سمك والملح، وعملت كمان عصرة ليمونة، وهقلبهم كويس كده وهحشي بيهم السمك. تمام، بحب كل حاجة تكون جاهزة معايا الاول قبل ما ابتدي في الاكل عشان ما اعطلش نفسي. بعد كده جبت الاستاكوزا، شفت الاستاكوزا على النار، قلبتها كده بالراحة كده، اديتها غلوة لغاية لما لونها يتغير زي الجمبري بالظبط، يعني طريقة عمايلها زي عمايل الجمبري. بعد كده هنا هقلي بقى البتنجان، بس انا غلطت، كان المفروض ان انا اقلي البطاطس الاول بس ما حصلش يعني حاجة. قليت البتنجان وبعد كده قليت البطاطس وبعد كده الفلفل بس. إيه، هو اللون هنا معايا غامق لكن هو ما كانش غامق للدرجات دي يعني. جبت بقى طلعت المحشي من التلاجة. طبعا احنا ابتدينا ان احنا اللي عملنا الكشك معاكم في الفيديو اللي فات، كنت عامله الحاجه بالليل. خلصت طبعا الكشك، والكشك عادي بيتاكل بارد، وطلعت لهم المحشي من التلاجة من تحت وحطيته على النار، وكان عندي شويه شوربه زقيته بيها. هتقولي ازاي بتاكلوا المحشي جنب السمك؟ احنا ما بنعرفوش ناكله المحشي الا معاه سمك. وهبتدي ان انا برضو اقلي السمك كده، ما خدش معايا وقت. وده كان شكل سفرتنا. كانت حلوة قوي، الاكل لذيذ. كان حلو ولا وحش؟ تحفة تحفة. كان حلو يا مريم ولا وحش؟ حلو. والمحشي بس المحشي كنت حامل شوية 5 دقايق كده. كان حامي شوية، معلش. خلصنا كده بقى الغدا بتاعنا بالالف هنا الشفا على قلوبهم. بعد كده هجيب المواعين اللي هي ساعة اللي احنا اكلنا فيها بتاعة الغدا. برضو ما بحبش ان انا اخلي المواعين كده كتير، اول باول بحب اغسلها. هخلص لهم بقى المواعين وهنخلصوا الارض، وكمان هم شاركوه معايا اللي مسحت البوتاجاز واللي دعكت الارض، ساعدوني صراحة النهاردة كتير. بعد كده
هخلص بس المواعين واخلي الحوض فاضي. بعد كده همسح البوتاجاز، وطبعا كان السيراميك عشان المطبخ عند والدتي هنا صغير، السيراميك اتبهدل من الزيت. طبعا مسحنا كل السيراميك وخلينا المطبخ زي الفل. وبعد كده هعمل لهم بقى ايه حاجه حلوه، لانهم كانوا شطار النهارده وبيسمعوا الكلام، فعملت لهم حاجه حلوه. هنخلص المواعين كده اول باول وهخلصهم بقى بسرعه، هما مبياخدوش وقت. خلصت خلاص المواعين، وغسلت الحله اللي كان فيها الاستاكوزا، ولو كان في ازايز ميه برضو مليتها، وقال احنا لسه بنشرب الميه من التلاجة، حطيت برضو الميه في التلاجة. وهغسل كده الحوض كويس، والسيراميك زي ما قلت لكم اللي فوق الحوض، وهخلي الدنيا زي الفل. تمام، هشطف برضو كده كويس. بس يعني اي اعمال البيت مش متعبة، في دقايق كده بتخلصي اللي وراكي وبتبقي مرتاحة. يعني اول ما خلصت الاكل وخلص المواعين بتبقي مرتاحة. هنا بقى البوتاجاز طبعا مطرح القلية، ومطرح مثلا واحنا بنغرف لو حاجة وقعت عليه. هنا بقى مريم بنت اختي حبت ان هي تساعدني، عملت معايا كده، دعكت معايا، وهي اللي كانت واقفة كمان بتصورني، شاطرة. هبتدي كده ان انا اعمل باب البوتاجاز من فوق من ورا ومن قدام، وخليته زي الفل، ومسحت كمان السيراميك. ودي حتة فوطة ناشفة انا بمسح بيها، وبرضو بغسلها وبنشف بيها تاني. تمام، نشفت كده البوتاجاز وشلت العيون ومسحت الحوامل، غسلت الحوامل برضو، وهحطها على البوتاجاز. هنشف البوتاجاز، وبعد كده بعد ما بنشفه بلمعه بس بمنديل لو عندك، او فوطة تانية ناشفة خالص بلمعه وخلاص. هحط بقى العيون عليه وخليته زي الفل. بعد كده عملت السيراميك اللي في الجناب، وعملت البوتاجاز من الجناب وخلاص. يعني ما بياخدش وقت معايا. هنا كنت بعمل انا السيراميك بس. خلاص كده خلصت. ده كان شكل البوتاجاز، خليته زي الفل. وكمان عملنا الارض، مريم وفا برضو عملتها، وبعد كده فريدة دخلت عملتها، وانا كملت. وصراحة ساعدوني، مبحبش اكسر بخاطرهم، وهم صراحة شطار بيساعدوني كتير لما بيجوا عندنا. كده خلاص خلصت المطبخ. كمان عملت لهم بقى ايه عشان اكون كده، عملت بجميلي، عملت لوالدتي ولاختي الشاي. كده انا خلصت خالص. بعد كده هندخل على الحاجة الحلوة اللي احنا هنعملوها. هما برضو اللي عملوها، مش انا اللي عملتهم، هما كمان اللي ساعدوني وعملوها. وده كان شكل مطبخنا لما خلصنا. هنا بقى هنعمل كيكة الكاستر. هنا مريم حطت معانا 3 بيضات، وكوباية سكر، ونزلنا بيه الفانيليا. ضربنا الاول السكر بالبيض ومعلقه خل بالفانيليا، ضربناهم كويس في الخلاط لغايه لما سمك الخليط بتاع السكر والبيض تقل وبقى ابيض معايا فاتح، لونه فاتح خالص معايا. بعد كده نزلنا باللبن وبالسمنه. انا حطيت هنا 1.5 كوباية من اللبن. وبعد كده هضربهم كويس تاني برضو في الخلاط. بعد ما الخليط بقى معايا كويس وصباح بقى جاهز، هضرب جبت 3 كوبايات من الدقيق، وهمخلهم كويس عليهم البيكنج باودر. وبعد كده هنزل بكمية الخليط تدريجيا، ما بنزلش عليهم مرة واحدة، وهقلب كويس لغاية لما الحاجة تصبح معايا، العجينة تصبح معايا جاهزة.
خلاص قلبتها كده، قلبت كويس، ولو في اي تكتلات بفكها بمضرب البيت وخلاص. بقى كويس العجينة او الخليط بتاع الكيك بقت جاهزة معايا. هجيب آه قالب وهدهنه بشوية زيت. بعد كده هنزل بالخليط وهحط الكيكة في فرن مسبق تشغيله، وادخله في فرن 180 على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. لو الوش بتاع الكيكة طلع معاكي فاتح زي ما انا طلع معايا، بتولعي عليه بس الشواية لمدة دقيقتين كده هيحمر بس كده. واول ما تطلع الكيكة من الفرن بتسقيها بنص كوباية لبن وعليها معلقتين سكر. لو حابة، مش حابة خلاص، لو مش حابة السكر، بس اللبن بيدي للكيكة طراوة كده وبيخلي طعمها حلو قوي. قبل لو انت عايزه تحطي فيها بسكوت، اي نوع بسكوت، قبل ما تدخليها الفرن طبعا ده على حسب ما انت حابه. مش حابه الخطوه دي برضو براحتك. البسكوت بيدي اول ما بيدخل الفرن كده جوه الكيكه بيبقى متقطع كده، بيديله قرمشه حلوه قوي. خلاص اول ما طلعتها من الفرن زقتها اللبن. هنا اللي انا طلعتها وكان وشها لسه ابيض، هسقيها نص كوباية لبن وهولع الشواية. آه هولع الشواية لمدة بس دقيقتين، لونها هيحمر معايا وهتبقى جاهزة. واول ما تطلع من الفرن كده بسيبها تبرد. بعد كده هعمل طبقة الكاستر. جبت كيلو من اللبن، نزلت عليهم بكوين من الكاستر العادي، القصر بتاعنا العادي. حابة تعملي اللي هي القشطة الكدابة دي، مش عايزاها بالكاستر طبعا، على حسب ما انتي حابة. نزلت هنا بلتر اللبن وهنزل عليهم ب4 معالق من السكر والبكوين الكاستر، وهفضل اقلبه كويس طبعا، ما بسيبهوش من على النار لحد لما يصبح سمكه تقيل معايا وجاهز. بعد كده وهو سخن كده بتنزلي بيه على الكيكة وبتساوي كده الحروف بظهر المعلقة. بعد كده بتدخلي بيه التلاجة لمدة ساعة. بس انا سبته كتير، ف طبقة الكاستر معايا تلجت يعني اللي هي وصلت ان هي شققت معايا. فانتي يعني نص ساعة بالكتير، ساعة تسيبيها في التلاجة. بعد كده بتطلعيها وتقطعيها. كانت طعمها حلو قوي، بتمنى ان انتوا تجربوها، مش هتندموا. اهو بص سمك الكاستر عامل ازاي. اول كده خلاص بقى جاهز معايا. هنزل بيه على الكيك وهو سخن كده عادي، ما بتسيبوش برضو يبرد ولا حاجة عشان ما يعملش طبقة قشطة او ينشف من فوق. خلاص هساوي كده الحروف وهدخل بيه وهدخل بالكيكة في التلاجة. بتقطعيها بقى على حسب ما انتي عايزة. قطع كبيرة عايزة تقطعيه مثلا زي قطع الجاتو حلو قوي. برضو عايزة بقى تزوقيه لو عندك مثلا اللي هي الشوكولاتة الشيبسي دي، عندك مكسرات طبعا زي ما انتي حابة. وما تنسوش كوباية اللبن بتدي طراوة حلوة قوي للكيكة. هقطعها كده بس بألف هنا وشفا. بتمنى الكيكة تعجبكم، بتمنى الفيديو يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش اللايك. استودعكم الله، مع السلامة. شكرا فيديو جاي. سلام. I love you.